بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن نصور حالة نتاع شخص كان يعاني من عدة أعراض، الآن يتكلم إن شاء الله عن الأعراض اللي كان يعاني منهم، وبعد جلسة رقية والحجامة يقولنا واش راهو يحس، تحسن ما تحسنش. واش كنت تعاني يا الأخ قبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ندير الرقية هذه والحجامة هذه كنت نحس بأعراض ضيق في النفس، ضيق في الصدر، رهاب، ما قدرش نخرج للخارج برا نقضي أموري، نشتي نريح غير في الدار. كنت نتمنى كي نجي نرقد نتمنى غير الموت، ما نتمنى حتى في حاجة. كنت نخاف من الناس الغرباء، ما قدرش نقضي أموري، ما قدرش نقضي حوايجي، نحس بالضيق، نحس بالخوف خاصة من الناس. وبعد هذا الجلسة الأولى في المنام كنت تشوف كوابيس؟ نعم، في المنام كنت نشوف كوابيس، كنت نشوف حتى حالات من آخرين نقدروا نقولوهم كوابيس، يتربصوا حتى بالعورات أكرمكم الله. ولكن بعد هذه الرقية الجلسة الأولى راحت تلك الكوابيس. وكان عندك إرهاق وفشل؟ وكان عندي إرهاق، تبغي ترقد بزاف؟ نعم، إرهاق في الليل، إرهاق منذ الصباح. بمجرد ما نمشي خطوات بسيطة فقط نحس بالإرهاق النفسي والفشلة، وما نقدر ندير حتى أي عمل بسيط ما نقدرش نديره. رغم هذا أنك كنت تأكل في مهدئات عصبية؟ برغم هذا كنت ناكل في المهدئات العصبية، اسمها الآلام، وما بدون جدوى. وبعد هذه الجلسة هذه تاع الرقية عند الشيخ راقي جلال، والله نعمة ما شاء الله ما شاء الله. وليت نخرج ونتعامل مع الناس ونقضي أموراتي، وعادي وليت شخص عادي جدا. راحت لك هذيك الحالة بالنسبة انفصام الشخصية كنت نحس بالفرح من أي حاجة ما كان والو، ونحس بالحزن الشديد من حاجة ما كان والو. وبعد هذا الرقية هذه والحجامة وليت عادي إنسان طبيعي، ونقدر الأمور وكل حاجة نعطيها حقها، والحمد لله. جاب ربي الشفاء، وميم 80% 90% من الأعراض راحت، ما شاء الله. وأنا في تحسن مستمر إن شاء الله. إن شاء الله مازال لك إن شاء الله نديروا لك جلسة أو اثنان تاع حجامة إن شاء الله. والإنسان يحسن روحه بالأذكار والصلاة في وقتها وقراءة القرآن، ويدعي الله عز وجل في السجود تاعو باش يجيب له ربي الشفاء. هذه هي الرقية. والإنسان يقدم سبب ما قدرش يرقي نفسه، يقدر يدير جلسة تاع رقية باش يقدر يعبد الله عز وجل. والسلام عليكم.